كبر صورة في تاريخ البشرية محدش صورها، الصورة اللي ملايين الناس شايفينها لمجرة ضرب التبانة. مفيش كاميرا واحدة خرجت بره المجرة وجابتها، ولا رائد فضاء، ولا مسبار. ومع ذلك احنا تقريبا متأكدين ان ده شكلها. لو عايز تكتشف أسرار الكون والحقائق اللي محدش بيحكيها، اضغط سبسكرايب دلوقتي على قناة أسرار صمتو وفعل الجرس عشان كل سر جديد يوصل لك أول بأول. تخيل كده، احنا جو المجرى حرفيا، زي ما تكون واقف جوه عمارة ومعاك مخطط كامل ليها من بره. السؤال مش ازاي صورنا المجرة، السؤال الأخطر احنا واثقين في الصورة دي ليه أصلا؟ أبعد جسم صنعه البشر وصل للفضاء هو فوياجر 1 ناسا 1977. انطلق سنة 1977، عدى المشتري وزحل وخرج من حدود المجموعة الشمسية، ولسه جوه المجرة عرضها 100,000 سنة ضوئية. فوياجر ما عداش حتى سنة ضوئية واحدة، يعني مفيش حد خرج بره وبص على الشكل ده. يبقى الصورة جت منين؟ هنا يبدأ الجزء العبقري. في ليالي مظلمة بعيدة عن أضواء المدن، لو بصيت للسماء هتشوف شريط أبيض ممتد، مليارات النجوم. احنا جوه الشريط ده، الشمس مجرد نجم عادي في طرف من أطرافه. الإنسان بدأ يلاحظ الظواهر دي من آلاف السنين. الحضارات القديمة سواء الإغريق أو العرب لاحظوا الظواهر الغريبة في السماء: السحابة البيضاء، النجوم المتجمعة، والانفجارات المفاجئة. الإغريق قالوا إن ده لبن مسكوب في السماء. العرب أطلقوا عليه اسم درب التبانة. الحضارات القديمة سجلت مواقع النجوم والظواهر، زي كتاب المجست للعلماء كلاوديوس بطليموس. في القرن ال18 العالم ويليام هيرشل قسم السماء لقطاعات وبدأ يعد النجوم في كل اتجاه، زي ما تكون واقف في غابة بتعد الأشجار عشان تعرف شكلها. ده رسم أول خريطة تقريبية للمجرة، لكن كان في خطأ كبير. هيرشل افترض إننا في المركز. في أوائل القرن العشرين العالم هارلو شابلي اكتشف إننا مش في المركز، إحنا في الأطراف. الصدمة؟ فقدنا مركزنا في الكون مرة تانية. المشكلة الأكبر كانت مركز المجرة نفسه، ما كناش قادرين نشوفه بسبب الغبار الكوني، سحب ضخمة بتحجب الضوء المرئي، كأنك بتحاول تبص على مدينة كاملة من خلال عاصفة رملية. الحل جاء مع تلسكوبات الأشعة تحت الحمراء زي سبيتزر سبيس تلسكوب 2003. الأشعة دي اخترقت الغبار، وفجأة ظهر قلب المجرة، نجوم حمراء قديمة كثيفة، وفي المركز ثقب أسود هائل اسمه ساجيتاريوس A. ومن القلب ده طلعت الأذرع الحلزونية. مع تصنيف المجرات اللي وضعه إدوين هابل عرفنا إن مجرتنا مجرة حلزونية. لكن خد بالك، كل ده مش صورة فوتوغرافية. العلماء جمعوا سرعات النجوم، أطياف ضوئية، خرائط راديوية، انزياح دوبلر، محاكاة كمبيوتر ضخمة، وركبوا الصورة زي أشعة مقطعية لجسمك لكن لمجرة كاملة. الصورة المنتشرة على الإنترنت هي أفضل نموذج علمي وصلنا له. مش تخمين، مش كذبة، لكن مش كاميرا من بعيد. لسه في خلافات. هل المجرة فيها ذراعين رئيسيين؟ 4؟ قضيب مركزي طويل؟ أقصر؟ الخريطة تتعدل، البيانات تتوسع، والفهم بيتحسن. إحنا كائنات صغيرة جدا عايشين على كوكب عادي، لكن قدرنا نفهم شكل المجرة من جوه. تخيل في يوم من الأيام حضارة بشرية متقدمة تطلع آلاف السنين الضوئية وتطلع بره المجرة تشوف شكلها الحقيقي لأول مرة. وساعتها السؤال مش هيكون إزاي عرفنا شكلها، هيكون قد إيه كنا قريبين من الحقيقة وإحنا جواها. الصورة دي هتفضل أغرب صورة في التاريخ، صورة محدش صورها ومع ذلك كلنا شايفينها. لو عايز تكتشف كل الأسرار الغامضة دي، كل سر جديد عن الكون، اضغط سبسكرايب دلوقتي على قناة أسرار صامتو وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي كشف جديد.